أهلا وسهلا بكم طلابنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. النهارده إن شاء الله نحل مع بعض أسئلة على الدرس الرابع اللي هو درس إيه؟ الصراع مصر والصراع العربي الإسرائيلي، طبعا من كتاب الإيه؟ من كتاب الامتحان. نبدأ مع بعض طبعا بادئين من صفحة 224 لحد 229. السؤال بيقول لي أكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة. تم رفع العلم المصري عام 1982 فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها، ويخرج عن ذلك منطقة مين؟ طبعا احنا عارفين ان 1982 ده كان بعد ايه؟ معاهدة السلام 79، وتم فعلا رفع العلم المصري على شبه جزيرة ما عدا منطقة مين يا ولاد؟ ما عدا منطقة طابا. يبقى نقول طابا. 2. عقد مؤتمر ايه للسلام عام 1990 في اسبانيا؟ طبعا مؤتمر ايه؟ مدريد. هقول له مؤتمر مدريد. طيب 3. عقدت اتفاقية أوسلو عام 1993 بين إسرائيل وبين مين؟ فاكرين؟ طبعا دي مصر ملهاش إيه؟ ملهاش أي نصوص فيها. مصر كانت اتحررت، ولكن أيدت الاتفاقية دي وغيرها من الإيه؟ الاتفاقيات. يبقى بين إسرائيل وبين مين؟ منظمة التحرير الإيه؟ الفلسطينية. هقول له منظمة، هنا معايا منظمة التحرير الفلسطينية. خلاص. طيب السؤال رقم 2 بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تم عقد اجتماعات بين الطرفين المصري والإسرائيلي في كامب ديفيد، طبعا برعاية أمريكية اليمين الولايات المتحدة الأمريكية. طيب 2. تم التوصل إلى وضع إطار اتفاق للسلام بين مصر وإسرائيل، طبعا في مؤتمر إيه؟ مؤتمر كامب ديفيد تم وضع فيه إطار اتفاق لمعاهدة السلام بين مصر وإيه؟ وإسرائيل. طيب السؤال رقم 3 بيقول لي جاءت أولى خطوات السلام في المنطقة العربية بعد حرب أكتوبر بدعوة من مين؟ طبعا بدعوة من مين؟ من مصر. مصر لما زار الرئيس السادات مصر إيه؟ لما زار في إسرائيل لإيه؟ للدعوة إلى السلام العام لكل شعوب المنطقة. طيب 4. الدولة التي استجابت لدعوة الرئيس السادات عندما دعا العالم كله لمساندته في تطلع لسلام بعد حرب أكتوبر، طبعا مين؟ الولايات المتحدة الأمريكية، والدليل على كده إن هي دعتهم بعد كده لعقد إيه؟ مؤتمر كامب ديفيد. 5. كانت ثاني خطوات السعي إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي على يد الرئيس، طبعا قلنا بقى الأولى كانت على يد مصر اللي هي زيارة الرئيس السادات. طب التانية على يد الولايات لما دعتهم فين؟ في مؤتمر إيه؟ في مؤتمر كامب ديفيد، يبقى قولوا الولايات المتحدة الأمريكية. طيب اللي هو كارتر. 6. ظهر التفكير بالبدء بمفاوضات للحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية قطاع غزة من خلال، طبعا أول حاجة ظهر فيها اللي هي إيه؟ اللي هي معاهدة السلام. احنا قلنا كان في عند نص في معاهدة السلام بيقول مساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة حكومة وطنية على أرضه أو تغيير حقوق الشعب الفلسطيني، يبقى معاهدة الإيه؟ السلام. طيب 7. تعد النواة الأساسية لتحقيق السلام، النواة الأساسية لتحقيق السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي زيارة رئيس مصر لإسرائيل. دي النواة، دي البداية، زيارة رئيس مصر لإسرائيل. 8. استطاعت مصر استرداد معظم سيناء عن طريق، بقول لك إيه؟ معظم سيناء تم استرداد، محدش يقول عن طريق الحرب لما عملنا الحرب بتاعتنا، لأ، ولا عن طريق قرارات مجلس الامن لانه اصلا ما كانش يتنفذ، ولا التحكيم الدولي لأن التحكيم الدولي جاب لطابه وده جزء صغير، عن طريق المعاهدات الرسميه اللي هي معاهده ايه؟ معاهده السلام 1979. يبقى مصر استردت معظم سيناء عن طريق المعاهدات الايه؟ الرسميه. طيب 9. عادت السياده المصريه على كامل اراضيها بعد استرداد مصر ليه؟ هل رفح؟ هقول له لا، دي ايه؟ ده طابه، بعد استرداد طابة 1989. أو 10. تأكدت الدعوة لمبدأ الأرض مقابل السلام بين العرب وإسرائيل. طبعا الأرض مقابل السلام دولي، الهدف ده كان تبع مؤتمر مين؟ مدريد للسلام، بسبب إيه؟ طبعا الخاص بمين؟ بفلسطين. الأرض مقابل السلام. حدثت مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بعد مؤتمر مدريد برعاية، طبعا كل المفاوضات اللي دارت كان برعاية مين؟ أمريكية، برعاية أمريكية. طيب 12. تم توقيع اتفاقية أوسلو 1993 في مدينة مين؟ واشنطن، في مدينة واشنطن.
طيب تم عقد اتفاقية أوسلو نتيجة اللي قبلها كانت مين؟ كان مدريد. يبقى بس نتيجة إيه؟ مؤتمر مدريد، لأن حصل بعدها مفاوضات إيه؟ سرية بين منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الوزراء الإيه؟ الإسرائيلي. اكتب صح أو خطأ مع التصويب. دعت مبادرة الرئيس السادات إلى السلام العادل لكل شعوب المنطقة، طبعا صح. كانت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بمشاركة ورعاية أسبانية، طبعا ده غلط. ليه؟ لأنها بمشاركة ورعاية أمريكية. أقول له أمريكية. طيب 3. تغيرت السياسة المصرية نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي عقب مؤتمر كامب ديفيد، طبعا خطأ، بعد حرب أكتوبر، لأن احنا بعد حرب أكتوبر اتجهنا زي ما احنا قلنا لما السادات زار إسرائيل عشان ينهي الصراع العربي سلميا، يبقى اتغيرت بعد حرب إيه؟ أكتوبر. يبقى أقول له غلط، هقول له إيه؟ بعد حرب أكتوبر. بعد حرب إيه؟ أكتوبر. طيب 4. تحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء 25 أبريل 1982، طبعا غلط، ما عدا، المفروض أقول له ما عدا طابة، لأنها خرجت من طابة 89. طيب استعادت مصر طابة من إسرائيل عن طريق قرار مجلس الأمن، طبعا غلط، عن طريق هيئة التحكيم الدولية لما حكمت لصالح مين؟ مصر بطابة. يبقى بنقول محكمة العدل الدولية هي اللي ايه؟ هي اللي طلعت القرار لمين؟ لصالح مصر. طب 6. عقد مؤتمر مدريد للسلام برعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، طبعا صح. القاسم المشترك بين مؤتمر كامب ديفيد ومؤتمر مدريد للسلام يتمثل في وضع أطر وضوابط لعملية السلام بين إسرائيل والعرب، طبعا صح، لأن طبعا معاهدة السلام وضعت أسس بين مصر برضو وإسرائيل وضمت لها فلسطين، وبرضو مؤتمر مدريد قال لك الأرض مقابل السلام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. اتخذت اتفاقية أوسلو 1993 الشكل الرسمي والإطار القانوني في دولة الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا الإجابة إيه؟ الإجابة عندنا صح. معناها إيه الشكل الرسمي؟ يعني تم توقيع الاتفاقية في واشنطن دي في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب 9. عارضت مصر اتفاقية أوسلو، طبعا غلط، مصر أيدت اتفاقية أوسلو وغيرها من الاتفاقيات. طب 10. من مزايا السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي دفع حاجات التنمية في الدول العربية، صح. طيب السؤال رقم 4. من هو دعا مصر وإسرائيل لعقد مؤتمر كامب ديفيد للسلام، طبعا كارتر اللي هو الرئيس الأمريكي. أقول له الرئيس الأمريكي كارتر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي عقد معاهدة السلام مع إسرائيل 1979، اللي عقد معاهدة السلام مع إسرائيل الرئيس مين؟ محمد أنور السادات. أقول له محمد أنور السادات. محمد أنور السادات. طيب 3. عادت في إعادة طابة للسيادة المصرية بعد اللجوء للتحكيم الدولي. هقول له محمد حسني مبارك. أقول له الرئيس محمد حسني مبارك. السؤال رقم 5 بيقول لي رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم من أقدم حاجة لأحدث حاجة. طيب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، طبعا دي 1979. مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل، عقد مؤتمر كامب ديفيد، عقد اتفاقية أوسلو، استعادة مصر طابة، عقد مؤتمر مدريد. طبعا أول حاجة مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل. تاني حاجة عقد مؤتمر كامب ديفيد. 3. معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. 4. استعادة مصر طابة. 5. هنقول عقد مؤتمر مدريد للسلام. 6. اتفاقية مين؟ أوسلو. خلاص. طيب السؤال بقى رقم 6 بما تفسر، طبعا احنا كاتبينها عشان ما ياخدش مننا وقت. بيقول لي السؤال بما تفسر زيارة الرئيس السادات لإسرائيل. طبعا احنا قلنا بعد ما الحرب انتهت مصر اتبعت طريق تاني اللي هو طريق السلم، يبقى الرئيس السادات اتجه لزيارة إسرائيل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي حيث نادى بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة ودعا العالم إلى مساهمته من أجل تحقيق السلام. 2. إحالة قضية طابة لمحكمة العدل الدولية، ده بيؤكد إن مصر وإسرائيل خلاص اتبعوا نهج السلام وما عادش يبقى في حروب، وده على كده إنهم بدل ما يحاربوا بعض عشان طابة اتجهوا للتحكيم الدولي. يبقى أقول له بسبب حدوث خلاف على تعيين مكان بعض علامات الحدود
إسرائيل بتقول إن طبري تبعي، ومصر طبعا هي كده كده طبعا تبع مين؟ مصر. فحصل خلاف بينهم وبين بعض على تعيين مكان بعض علامات الحدود بينهم وبين بعض، فأحالوا القضية لمحكمة العدل الدولية. 3. عقد مؤتمر السلام للسلام في مدريد بأسبانيا. طبعا ليه؟ لحل الصراع العربي الإسرائيلي على ضوء قرارات مجلس الأمن. يعني ايه على ضوء قرارات مجلس الأمن؟ يعني عايزين نحل الصراع بين العرب وإسرائيل من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن اللي هو 242 بالذات، اللي هو الانسحاب من الأراضي، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. يعني أعطينا الأرض عشان كلنا نعيش في إيه؟ في سلام. يبقى تاني، يبقى أقول له لحل الصراع العربي الإسرائيلي على ضوء قرارات مجلس الأمن وعلى أساس الأرض مقابل إيه؟ السلام. طيب السؤال رقم 7 بيقول لي ما النتائج التي ترتبت على زيارة الرئيس السادات لإسرائيل؟ الرئيس السادات لما زار إسرائيل قال لك إن هو مهد الطريق أمام إسرائيل إن هي تقبل إن هي تتفاوض معانا ومع الدول المهتمة بإيه؟ بالصراع العربي الإسرائيلي. يبقى هنقول مهد الطريق أمام إسرائيل لقبول مبدأ التفاوض مع الأطراف المهتمة والمعنية بقضية الصراع العربي الإسرائيلي. طيب سؤال 2. توقيع معاهدة السلام في مارس 1979. إيه النتائج المترتبة عليها؟ هقول له تم رفع العلم المصري على سيناء ما عدا مين؟ خلي بالك، ما عدا طابة. تم رفع العلم 1982 ما عدا طابة. طيب السؤال رقم 3. ما النتائج برضو قرار التحكيم الدولي الصادر في سبتمبر 1988؟ طبعا قرار التحكيم ده هقول له عادة طابة للسيادة المصرية 1989. يبقى عادة طابة للسيادة المصرية 1989. طيب السؤال رقم 4. عقد مؤتمر مدريد للسلام. طبعا تم عقده بعده على طول تم عقد مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. تاني، مؤتمر مدريد ده كان خاص بقى بالمشكلة الفلسطينية. يبقى تم عقد مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي 8. أيد بالأدلة التاريخية صحة كل عبارة من العبارات الآتية. لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل. هقول له حيث دعا. خلي بالك الولايات المتحدة هي كان لها دور من البداية. يعني كانت البداية في مصر لما زار الرئيس السادات إسرائيل. بعد كده هتلاقي كل المؤتمرات اللي حصلت والمعاهدات كانت مين؟ الولايات المتحدة بدافع منها، حيث دعا كارتر اللي هو الرئيس الأمريكي كل من الرئيس السادات وبيجن اللي هو رئيس وزراء إسرائيل لعقد مؤتمر كامب ديفيد. أول حاجة أهو، يبقى لعبت الولايات المتحدة دورا في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل. هتقول لي حيث دعا كارتر كل من الرئيس السادات وبيجن رئيس وزراء إسرائيل لعقد مؤتمر كامب ديفيد. المشكلة وبس لو احنا فاكرين إن معاهدة السلام كانت برضه برعاية أمريكية، يبقى دعا إلى معاهدة السلام. طيب السؤال رقم 2 بيقول لي أيد بالأدلة. التزمت مصر وإسرائيل بحل المنازعات بالطرق السلمية بعد معاهدة السلام. قولي دليل. الدليل إن هم لما حصل مشكلة بينهم على طابة ووضع علامات الحدود بينهم وبين بعض اتجهوا للتحكيم الدولي بدلا من الحروب. يبقى حيث تم عرض قضية طابة على محكمة العدل الدولية. ده دليل إن هم اتبعوا طريق السلام بدلا من الحرب. طيب 3. برضو أيد اختيار السلام بين الأمم بدلا من الحروب يعود بالنفع الاقتصادي على الشعوب. يبقى هو هنا عايز نقول يا ولاد أهمية السلام أو المنافع اللي بتعود على الدول من السلام. هقول له حيث يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2. تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على الاستثمار. 3. تنشيط السياحة وإقامة المشروعات الوطنية. ده أهمية إقرار السلام. قال له حيث يؤدي إلى فعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على الاستثمار، تنشيط حركة السياحة، إقامة المشروعات الوطنية. السؤال رقم 9 بيقول لي قارن. طبعا قرار مجلس الأمن نصوص واضحة عندك، معاهدة السلام نصوصها واضحة عندك، هتكتبها الاتنين بس عايزة مساحة كبيرة ووقت مش هتاخد مننا وقت كبير. وبرده مؤتمر كامب ديفيد ومؤتمر مدريد للسلام، خلاص الاتنين هنكتبهم هنا جنب بعض والنتائج بتاع كل واحدة فيهم. طيب تعال نشوف ماذا كان يحدث إذا
لو فشل مؤتمر كامب ديفيد في سبتمبر، طب دايما ماذا كان يحدث إذا عكس النتائج؟ يعني أنت هتشوف نتائج مؤتمر كامب ديفيد مثلا، نتائج المؤتمر ده إيه؟ تم التوصل إلى مشروع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل. طب لو كان فشل هقول له لم يتم أو لن يتم التوصل إلى إطار اتفاق معاهدة السلام بين مصر وإيه وإسرائيل. السؤال التاني، لم يتم توقيع معاهدة السلام في مصر. هي ايه النتائج المترتبة على توقيع معاهدة السلام؟ ان طبعا الحرب انتهت، وان تم استعادة طبعا تم استعادة مين؟ مصر، وتم رفع العلم المصري عليها على سيناء. طب سؤالي بقى، لو كانت المعاهدة دي ما تمش توقيعها لاستمرت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، ولن يتم استعادة مصر سيناء، لن يتم استعادة سيناء ورفع العلم المصري عليها خلاص بالطرق الايه السلمية تاني. يبقى ايه اللي يحصل؟ لو لم يتم توقيع معاهدة السلام لاستمرت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، ولن يتم استعادة سيناء ورفع العلم المصري ايه عليها بالطرق الايه السلمية. طيب السؤال رقم 3 بيقول لي ماذا كان يحدث برضه لو رفضت إسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية؟ لو إسرائيل كانت رفضت تنفيذ قرار المحكمة اللي هو معاودة طابة، هقول لك خلاص بقى يبقى احنا اللجوء للمحكمة الدولية أو السلم خلاص، يبقى احنا نلجأ لمين؟ للقوى العسكرية تاني للحرب، أو سوف يتم اللجوء إلى استخدام القوى العسكرية لاسترداد طابة. طالما احنا بالسلم ما ينفعناش وبالتحكيم الدولي ما ينفعش، يبقى في اللحظة نستخدم ايه؟ القوى الايه العسكرية. السؤال رقم 11 بيقول لي ما رأيك في مبادرة الرئيس السادات بالذهاب إلى إسرائيل من أجل السلام؟ طبعا المبادرة دي السادات لما راح إسرائيل كان رايح ليه؟ عشان ينهي حالة الحرب، وعلشان ينهي الصراع العربي الإسرائيلي سلميا ويبدأ بقى في التفاوض. فأقول له إيه؟ كانت في صالح مصر والدول العربية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي إيه؟ سلميا. يبقى رأيي إنها كانت في صالح مين؟ مصر والدول العربية. طب برضه بيقول لي ما رأيك في بنود معاهدة السلام 1979؟ طبعا المعاهدة دي كان أساسها إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي واستعادة الأراضي اللي إيه استوت عليها إسرائيل. يبقى هقول له برضه رأيي أدت لإنهاء الصراع بين مصر وإسرائيل، حيث أدت إلى انسحاب إسرائيل من سيناء واسترداد مصر لإيه؟ لسيناء كاملة بعد ذلك. طيب 3 تأييد ومساندة مصر لحقوق الشعب الفلسطيني في حرب بعد حرب 73. طبعا مصر ساندت حقوق الشعب الفلسطيني، وده ظهر عندي في نصوص معاهدة السلام. محدش يقول لي نصوص معاهدة السلام كانت خاصة بس بمصر، لا احنا وقفنا برضو فيها، كان فيها نص الوقوف بجانب فلسطين في إقامة حكومة وطنية على أرضها. يبقى كما ظهرت فين؟ في نصوص معاهدة السلام، وكذلك تأييدها لمؤتمر مدريد للسلام واتفاقية أسلو. يبقى مصر كانت دايما واقفة ومساندة الشعب الفلسطيني للحصول على إيه؟ حقوقه. يبقى قلت تاني ساندت مصر حقوق الشعب الفلسطيني كما ظهر ذلك في نصوص معاهدة السلام، وكذلك تأييدها لمؤتمر مدريد للسلام واتفاقية إيه؟ أسلو. طب 12 ما موقف مصر من مؤتمر مدريد للسلام؟ بيقول لي موقف مصر ايه من مؤتمر مدريد للسلام؟ هقول له أيدت مصر مؤتمر مدريد وغيره من المؤتمرات التي تؤيد حقوق الشعب الفلسطيني. تاني، أيدت مصر مؤتمر مدريد للسلام وغيره من المؤتمرات التي تؤيد حقوق الشعب الفلسطيني. طيب السؤال رقم 13 بيقول لي ما العلاقة بين مؤتمر كامب ديفيد ومعاهدة السلام؟ ايه اللي جاب مؤتمر كامب ديفيد لمعاهدة السلام؟ احنا قلنا ان مؤتمر كامب ديفيد من نتائجه تم التوصل الى وضع اطار او معاهدة للسلام. يبقى اقول له حيث من نتائج مؤتمر كامب ديفيد وضع اطار معاهدة السلام 79. يبقى ليه؟ يبقى من مؤتمر كامب ديفيد النتائج بتاعته وضع اطار معاهدة السلام. طب السؤال رقم 14 بيقول لي حدد تقييمك لمصداقية العبارة الآتية مع ذكر السبب في الحالتين. استخدمت مصر عدة وسائل لاستعادة أراضيها المحتلة من إسرائيل. طبعا العبارة صحيحة. ليه بقى؟ حيث تنوعت الأساليب لاستعادة مصر أراضيها، زي إيه؟ الحرب، حرب أكتوبر. طيب المفاوضات، المعاهدات، التحكيم، انتهت بالتحكيم الدولي. يبقى كده تنوعت الوسائل، يعني ما استردتش مصر سيناء بالحرب بس، ده حرب ومفاوضات ومعاهدات وتحكيم دولي. السؤال رقم 2
يعد لجوء مصر وإسرائيل للتحكيم الدولي تنفيذا عمليا لبنود معاهدة السلام بينهم. طبعا الإجابة صادقة. ليه؟ لأن كان من ضمنهم إقامة علاقات ودية وإنهاء حالة الحرب. إحنا كده خلاص ما عادش في حرب بينا، ما عدناش هنحارب بعض. وفعلا هقول له حيث اتجهت مصر وإسرائيل لهيئة التحكيم لحل مشكلة طابة. يبقى ده دليل إن إحنا فعلا طبقنا معاهدة السلام. طيب 3. يعتبر قرار مجلس الأمن 242 عام 67 الأساس لمعاهدة السلام. طبعا العبارة صح، لأن احنا لو جينا نشوف نصوص قرار مجلس الأمن ومعاهدة السلام هتلاقي إن معاهدة السلام أصلا بتقول تنفيذ قرار مجلس الأمن، يعني هي نفس النصوص. هقول له حيث أن جميع بنود قرار مجلس الأمن 242 هي الأساس لمعاهدة السلام، كما أن المعاهدة جاء بها زي ما أنا قلت تنفيذ القرار ببنوده. يبقى تاني، حيث أن جميع بنود قرار مجلس الأمن 242 هي الأساس لمعاهدة السلام، كما أن المعاهدة جاء فيها تنفيذ القرار ببنوده. طب السؤال رقم 15 بيقول لي تمثل الصورة المقابلة إحدى مراحل عملية السلام اللي هي توقيع معاهدة السلام. أهم بنود المعاهدة توقع عليها الزعماء بالصورة المقابلة. هقول عندي أول نص عندي انسحاب إسرائيل من الدول اللي احتلتها. 2. احترام سيادة كل دولة أو كل منطقة على أراضيها. إقامة مناطق محدودة السلاح. حرية الملاحة في الممرات الدولية. ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة حكومة وطنية على أرضه. دي كلها إقامة علاقات ودية. هو بتكلم عن المعاهدة، إقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيره. طب مين الدولة الراعية اللي في النص دي اللي راعية المعاهدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية. طيب تعال بقى نشوف مع بعض أسئلة التميز. السؤال رقم 16. أول سؤال بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. بيقول لي في ضوء النص المقابل. طبعا النص ده اللي هو مؤتمر مدريد للسلام. بيقول لي يعد مبدأ الأرض مقابل السلام. الأرض مقابل السلام. بنقول من أسس حل الصراع العربي الإسرائيلي. جميل. طيب بيقول لي إن الأراضي المقصودة هي التي استولت عليها إسرائيل نتيجة طبعا نتيجة عدوان 67. طيب 2. تمكنت مصر في مارس 89 من السيطرة الكاملة على الشريط الساحلي. طبعا الشريط الساحلي لمين؟ للشرق الخليج مين؟ السويس لخليج العقبة، ولا الغربي لخليج العقبة؟ طبعا هو بيقول لي الجزئية دي هي اللي فيها المشكلة، الشرقي لخليج العقبة ولا الغرب؟ طبعا الغربي لخليج العقبة، لأن جزء من خليج العقبة تبع مين؟ تبع لإسرائيل. خلاص يبقى أقول له الجزء الغربي لخليج العقبة. طيب السؤال رقم 17 بيقول لي ما تفسر. استحق الرئيس السادات لقب رجل الحرب والسلام. طبعا حرب حيث انتصر في حرب أكتوبر 73. سلام حيث عقد اتفاقية السلام مع إسرائيل 79. يبقى رجل حرب وسلام. طيب 18 دلل تاريخيا على صحة العبارة. لم تسعى مصر لتحقيق سلاما منفردا مع إسرائيل. هتقول لي أولا في جزئيتين، يعني مثلا دعا الرئيس السادات للسلام العادل لكل شعوب المنطقة، ده نقطة. يبقى هو ما دعاش بس لمين؟ لمصر. يبقى هو لما زار إسرائيل ما طلبش السلام لمصر بس، ده طلب لكل شعوب المنطقة. 2. معاهدة السلام اللي تم توقيعها كانت فيها نقطة البدء في مفاوضات الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية. تاني، يبقى تضمنت معاهدة السلام البدء في مفاوضات للحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية. طيب السؤال رقم 19 بيقول لي حدد وجه الشبه بين اتفاقية أسلو واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. خلاص إن الاتنين تم بناء على مؤتمرات سابقة لعقدهما، يعني اتفاقية أسلو كان قبلها مؤتمر مدريد، اتفاقية السلام كان قبلها مؤتمر كامب ديفيد. طيب إن الاتنين تم عقدهم برعاية أمريكية، إن الاتنين هدفهم حل الصراع العربي الإسرائيلي بالطرق السلمية. يبقى تاني الشبه بين اتفاقية أسلو والسلام، الاتنين تم بناء على مؤتمرات سابقة لعقدهما، الاتنين عقد برعاية أمريكية، والاتنين هدف إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي بالطرق السلمية. امتحان على الدرس الرابع بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين. عقدت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 79 برعاية طبعا أمريكية. طيب
المؤتمر الذي نادى بمبدأ الأرض مقابل السلام عقد في مدينة، طبعا هو اسمه مؤتمر إيه؟ اسمه مؤتمر مدريد. عقد في مدينة مين؟ مدريد في أسبانيا. طيب أيدت مصر إقامة سلطة وطنية فلسطينية 93 وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة من خلال، طبعا عندي 93 دي اتفاقية أوسلو، 91 مدريد، يبقى أقول له اتفاقية مين؟ أوسلو، اتفاقية أوسلو بالسنة. طيب القاسم المشترك بين معاهدة السلام وقرار مجلس الأمن رقم 242 هقول له إيه؟ هل إقامة مناطق محدودة؟ لا، محدودة دي في قرار مجلس الأمن، إنما في المعاهدة منزوعة في القرار، إنما محدودة في المعاهدة. حرية الملاحة يا حرية الملاحة. تعال نشوف بقية الاختيارات. إقامة حكم ذاتي لفلسطين في الضفة الغربية دي كانت خاصة بمين؟ كمان في القرار. تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام كانت تبع مين؟ مبدأ إيه؟ كانت تبع قرار مؤتمر مدريد للسلام. إنما المشتركة بين الاتنين حرية الملاحة في الممرات الدولية. طيب السؤال رقم بيقول لي ما النتائج التي ترتبت على إحالة قضية طابة لهيئة التحكيم الدولي؟ طبعا عادت طابة للسيادة المصرية، عادت طابة للسيادة المصرية طابة. طيب السؤال رقم 2 بيقول لي صوب الكلمات اللي تحتها خط. قبلت إسرائيل مبدأ التفاوض مع الأطراف المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي، طبعا بعد إيه؟ بعد زيارة أو مبادرة الرئيس السادات، يبقى أقول له بعد مبادرة الرئيس طبعا السادات بزيارة مين؟ إسرائيل. طيب واللي كان مؤتمر كامب ديفيد برعاية كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، هو مين اللي كانت برعاية الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة؟ مدريد. لأن أنا عندي كامب ديفيد كان برعاية أمريكية بس، إنما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يبقى مين؟ مدريد. السؤال رقم ب بيقول لي دلل على صحة العبارة. اهتمت مصر بالقضية الفلسطينية في معاهدة 79. احنا قلنا ان كان عندي في نص في المعاهدة بيقول ايه؟ بدء المفاوضات لإنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. تاني، بدء المفاوضات لإنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين على الضفة الغربية وقطاع غزة. طيب آخر سؤال عندي بيقول لي رتب الأحداث. عندي مبادرة الرئيس السادات لذات إسرائيل حظر الصادرات النفطية العربية للولايات المتحدة الأمريكية، عرض بريطانيا القضية. بيقول لي إيه؟ من القديم للحديث. بيقول لي حظر الصادرات النفطية العربية للولايات المتحدة الأمريكية، ولا عرض بريطانيا القضية الفلسطينية على هيئة يا بريطانيا عرضها من القضية الفلسطينية على هيئة الأمم المتحدة، ولا قيام إسرائيل بالهجوم على سوريا واستيلاء على ربط الجولان. طبعا أقدم حاجة عرض بريطانيا القضية الفلسطينية دي في الأول خالص، أول الدرس، عرض بريطانيا القضية الفلسطينية على هيئة الأمم المتحدة. 2 هقول له قيام إسرائيل بالهجوم على سوريا اللي هو حرب 67 خلاص، واستيلاء على هضبة الجولان. بعد كده قامت حرب أكتوبر اللي فيها تم حظر الصادرات النفطية العربية للولايات. في الآخر مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل. يبقى 4 3 1 2. وبكده نكون خلصنا مع بعض أسئلة درس مصر والصراع العربي الإسرائيلي من كتاب الامتحان. أتمنى لكم التوفيق. طبعا التقييمات كلها بتاعت الدروس دي كلها موجودة عندي عند القناة، اللي يحب يستفيد منها موجودة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.